النهاردة هتكلم عن فيديو المدرس المصري للأسف اللي بيتهجم على السعودية ودول الخليج. بصراحة شيء مزري ويخجل منه كل مصري، وأنا بصراحة مش ملاحق أعتذر على إيه ولا إيه ولا إيه. المصيبة السوداء إنه بيدرس للطلبة اللي هم الجيل الجديد. الراجل ده، ومش هقول المدرس لأن أنا بكده بأسيء إلى المدرسين، بيزرع بذور الكراهية في الجيل القادم، وما أخشاه إن الجيل القادم يكبر على كراهية السعودية ودول الخليج والمساواة بينها وبين الكيان في الكراهية والعداء. انتبهوا يا سادة، أن الخمير يبدو قليل ولكنه عندما يوضع في العجين يظهر أثره في العجين كله. وعلى العموم أنا هرد عليه بالعقل والمنطق. أمريكا بقى لها كم سنة؟ في حدود 200 سنة. هل يا ترى أنت تتساوى يلي عمرك 7000 سنة مع أمريكا اللي هي بتعتبر أعظم دولة في الكون؟ إذا أنت قلت أيوة يبقى أنت عايش في المالتيفيرس، ولا تستحق إن حد يرد عليك ولا يضيع وقته في إنه يرد عليك. أنا أتمنى من كل المصريين إنهم يردوا عليه في وسائل التواصل الاجتماعي. يا جماعة، لو خسرنا السعودية ودول الخليج يبقى خسرنا سندنا وظهرنا، يبقى خسرنا كل الأحباب، يبقى خسرنا الصديق الوفي الذي وقف معنا في وقت الأزمات والمحن في حين تهرب الآخرون من مساعدتك. أقول لك حاجة كمان، مفيش أساسا آخرون. للمرة المليون بقدم اعتذاري لدول الخليج والسعودية، الدول العظيمة، مش العظيمة في الاقتصاد بس، والعظيمة في الأخلاق. وزي ما بقول تحيا مصر، بقول تحيا السعودية وتحيا دول الخليج كلها. اما السعوديه دي مش عارف سنه 1900 حاجه و30، يعني انا جدي اكبر من السعوديه. العرب يا جماعه كانوا عايشين في الجزيره العربيه. بص، ما كانش في حاجه زمان اسمها السعوديه والكويت والامارات، ما كانش في الكلام ده، لان مصر 7000 سنه. يجي تركي الشيخ يقول لك المصريين مصريين ايه؟ يالا هي السعوديه دي كلها على بعض كده ما كملتش 100 سنه.